هنتكلم عن الحسد. في ناس كتير بتعطل حياتها بسببه، وفي ناس تانية بتحس ان هو ولا ليه اي 30 لازمه. الحسد في الحقيقه حاجه في النص ما بين الاثنين، ولا هي حاجه كبيره قوي ولا هو في نفس الوقت حاجه ملهاش لازمه. اولا ايه هو اصلا الحسد؟ لان الناس فاهمه الحسد غلط. الحسد هو تمني زوال النعمه من الغير. يعني انا لما اجي اشوف معاك حاجه كويسه واقول لك ايه ده ما شاء الله دي حلوه كده، انا ما حسدتك، انا احسدك لو انا من جوايا تمنيت ان هي تضيع من عندك. عشان خاطر اي حد دلوقتي بقى يروح اي مكان وحد يقول له انت معاك شنطه حلوه، معاك جزمه حلوه، بس يحس ان خلاص كده انا ايه الدنيا ضاعت. اما لو انا ما تمنيتش زوال النعمه من عندك وتمنيت زيها عندي انا كمان، ده ملوش اي علاقه بالحسد. عارف مقوله اللي اداك يدينا يا سيدي؟ دي مقوله صح 100%، لان اللي رزقك هو فعلا يقدر يدينا انا كمان. الحاجه الثانيه في الحسد، زي ما بحط في دماغي ان في حسد، احط برضو في دماغي فالله خيرا حافظا وهو ارحم الراحمين. تعرف دايما ان حفظ ربنا هو اعلى دايما من الحسد، فده لازم نحطه في دماغنا. ثالث حاجه ان احنا نقول الاذكار ونقولها الصبح او اخر النهار واحنا بنقول اذكار نكون عارفين احنا بنقول ايه. ثالث حاجه ربنا قال اني جاعل في الارض خليفه. انا عارف ان انت خليفه، بس في شويه حاجات كده ربنا ما اداهالكش. انت غير مسموح ليك ان انت تخش في علم الغيب وتقول فلان ده اللي حسدني خالص. يعني لو انا قاعد انا وانت او انتوا قاعدين اتنين مع بعض، وبعد ما الشخص ده قام حصل مشكله عندك بقى، ازاز اتكسر اي حاجه، غير مسموح ليك اطلاقا انك تقول ده اللي حسدني، لان كده انت بتخش في علم الغيب. ممكن في علم الغيب يبقى اللي اتكسر ده بسبب حد تاني خالص او حاجه تانية خالص ملهاش اصلا علاقه لا من قريب ولا من بعيد عن الحسد، فغير مسموح ليك تقول ان في شخص او حد معين حسدني. اخر حاجه اللي نفسي اقولها، نفكر نعمل حاجه نتحسد عليها، يعني ما يبقاش حالنا ضايع وخايف من الحسد. فكر ان انت تعمل حاجه الناس تبص لك وتحس ان انت وصلت. فالحسد لا هو موضوع كبير نخاف منه ولا هو موضوع تافه ما نشغلش بالنا بيه، هو الحسد حاجه في النص بس يا عم ابراهيم.